هاي بسمة. هاي، ازيك؟ ازاي؟ الحمد لله، عاملة ايه؟ الحمد لله. الأب الصحفي الكبير أحمد حسن، والأم الناشطة حقوقية عظيمة نولة درويش، وبيت كله قراية وصحافة وتجمعات ثقافية، يعني بيت مثالي لأي طفل ممكن يتربى فيه. بس المشكلة لما خرجتي بره البيت ده وبدأتي تقولي أفكارك لبنات تانية وتتعاملي مع صحابك، ما كنتيش مقبولة زي ما كنتي متخيلة انك هتبقي مقبولة. عايزين يخرجوكي من الشلة، وانتي فكرتي اللي هو ايه، انا قلت ايه غلط، انا عملت ايه؟ يعني الحتة دي عملت فيكي ايه ان انتي كنتي حاسة انك بتقولي حاجات مش شرط كانت تقبل او الناس كتير تتقبلها؟ بصي، هو أنا في الأول كان عندي خيال إن كل البيوت شبه بيتنا، مم. لأنه كان التزاور أكتر مع أولاد أصحاب أهلي اللي هم بالظبط. متربيين بطريقة شبهي. لما ابتديت أخرج شوية أو يبقى عندي شوية استقلالية، شوية أصحاب أنا اللي بعملهم وأنا اللي بختارهم، ابتديت أفهم أو أشوف الاختلافات في الطريقة، في شكل الحياة اليومية، التسالي اللي بتحصل حتى في بيتنا. لكن الحقيقة لا، عمري ما اتقابلت بالرفض. كان في إحساس أحيانا بالاختلاف، لكن الأطفال كمان بيتأقلموا بسرعة شديدة مم. على الأشكال المختلفة، وخصوصا إنه أنا ما ادعيش إن أنا كنت شبه طموح أهلي قوي، يعني مم. مهما كانوا بيحاولوا يزرعوا مم. ثقافة وقراية وحاجات كده، أنا كان فيا الحتة التافهة العادية جدا اللي بتحب تتفرج على التلفزيون والبرامج التافهة. وأهلي برضو ما أقدرش أقول إن هم كانوا ستريكت قوي في إنه لا، يا إما هتعملي كده يا إما هتبقي، لا، مم. هم عادي، وهم ساعدوني إن أنا ألاقي شخصيتي. مم. هم ما فرضوش عليا شخصية. عندك التراما بتاعت اول لعبه كده كنتي عايزاها واهلك رفضوا تماما وقعدتي تعيطي وشبطتي فيها، يعني كنتي شبطانه في ايه وهم عمرهم ما وافقوا عليه وما كنتيش فاهمه هم ليه عمرهم ما وافقوا عليه؟ لا، ما افتكرش حاجة كده. يمكن أنا أهلي كانوا معوديني وأنا صغيرة إنه الألعاب مش كتير قوي على حساب الكتب، هي اللي كتير قوي. ايوه، انتوا كنتوا بيت بيقرا طول الوقت. كنت انهي نوع جيك بقى؟ البيت إيه؟ كنت انهي نوع جيك؟ كنت الجيك اللي هو بتاع المغامرون الخمسه ولا بتاع الادب والحاجات الحلوه التقيله؟ من ده على ده. يعني طبعا ميكي كان أساسي، مم. المغامرون الخمسة والشياطين ال13 كان أساسي، رجل المستحيل ايوه، وملف المستقبل كان برافو فيهم واحدة عليكي. تالتة. كانت السيريز فيها 3. اتسحلتي مع ايه اكتر حاجه؟ كنت باحب ملف المستقبل أوي، اوكي. وميكي لحد النهارده مم. مكمّل معانا. مم. بس من سِن 12 سَنة أهلي ابتدوا خلّوني أقرا أدب بجد، مم. فابتديت أقرا نجيب محفوظ، ابتديت مم. أقرا بعدها بسنتين 3 ابتدوا يقروني ماركاز، وده كان كبير أوي على السِن طبعا. ده. ما أقدرش أقول إن أنا فهمت كل اللي قريته وقتها، لكن ده خلّى عندي تقدير للقراية، فلمّا باقرا حاجة حلوة النهارده باقدّرها. طب أول صباع روج كان لونه إيه؟ وكان فين؟ وكان في السر والّا كان عادي كده قدّام الأهل، اللي هو أنا جِبت روج أنا هاحط روج؟ كان إيه آآ الموضوع؟ أول روج، كان عارفة كان في حاجة اسمها الروج السحري زمان، أيوه، اللي بيتغيّر لونه. تحطّيه كده يبقى زبدة كاكاو، بعدها ب10 دقايق يقلب أحمر. فرُحنا جبناه أنا وواحدة صاحبتي من ورا أهالينا طبعًا، وكل اللي اتقال إحنا جبنا زبدة كاكاو. واتبلعت بالعافية. أول ما اكتشفوا إن ده حاجة فيها لون وبيتغيّر، خلاص كده. الدنيا قامت وما قعدتش. ده كان عندنا مثلًا 10 سنين حاجة أيوه، كده. السِن اللي عايز يجرّب. آه. إمم. لمّا كبرتِ ودخلتِ التمثيل، بالأول خالص مثلتِ مع ناس كبيرة وناس تقيلة وأسامي كبيرة، وفي النُص عملتِ أفلام خطيرة زي يعني واحد صحيح، حاجات كتير تانية، يعني رسائل البحر، حاجات كتير شُفنا فيها بسمة، فهمنا الidentity بتاعتِك، كنتِ مرتاحة الفترة دي في أنوثتِك إن أنتِ تبيّني نَفْسِك، تبيّني الهوية بتاعتِك، الidentity بتاعتِك، الbrand بتاعِك، كنتِ الفترة دي مرتاحة، مقلّقة والّا كنتِ واثقة completely لقيتِ القالب بتاعِك؟
طبعًا الحمد لله، الحمد لله كان عندي الحظ إنه أشتغل مع ناس مهمين وتُقال من البداية، بدايةً بأستاذ يسري نصر الله وأستاذ شريف عرفة. الحقيقة إنه جزء من تربيتي كان مخلّيني أنا كبني آدمة مرتاحة مع نفسي إمم. بنسبة كبيرة، وبالتالي ما كنتش شايفة جرأة في الاختيارات. يعني لمّا كان يتقال لي أنتِ جريئة أوي إنِّك توافقي تشتغلي في فيلم زي النعامة والطاووس. إمم. أنا لأ، مش فاهمة. أنا شايفاه موضوع طبيعي إمم. ومهم نتكلّم فيه، إمم. ومهم إنه يتطرح وهو مطروح بطريقة لا تسيء لأي حد، فأنا مش شايفة الجرأة اللي أنتم بتتكلّموا عنها. إمم. مع التقدُّم في السِن واكتساب الخبرات ومعرفة الطُرق المختلفة اللي ناس مختلفة بيفكّروا بيها، ابتديت أفهم ليه كان بيتبَص لي على إنّي جريئة. آه. لكن أأكد لِك إنه كل خطوة في السكة أنا ما كنتش شايفة إن أنا باعمل أي حاجة مختلفة، نوصفها بقى بالجرأة، نوصفها بأي وصف، أنا ما كنتش شايفة إن أنا باعمل أي حاجة مختلفة. أنتِ في عِز يعني النجومية في الprime بتاعِك، سِبتِ كل ده وقُلتِ هاسافر وأعمل عيلة وأخلِّف، ورجعتِ بعد السفر حسيتِ إيه ده، في ناس جديدة جات، في أصحاب بقوا أصحاب بعض ما كانوش موجودين، قُلتِ لنفسِك إيه؟ يعني أول ما جيتِ وشُفتِ المشهد ده قُلتِ لنفسِك إيه؟ أول ما جيت وشُفت المشهد ده في الأول حسيت بغُربة، أو ما أقدرش أقول عليها غُربة، يعني كان في إحساس غريب جدًا إنه هو ده اللي أنا عارفاه، هم دول الناس اللي أنا عارفاهم، إمم. وأنا مسافرة في الكام سنة اللي كنت عايشة فيهم برّه، مرّيت بتجربة تمثيل، أيوه. وكانت تجربة جميلة ولطيفة وظريفة واستمتعت بيها جدًا واستفدت منها جدًا، لكن كان عندي إحساس فيها بالغُربة، لإنه أنا بامثّل بلغة ما هياش لغتي الأم، إمم. في وسط ثقافة ما هياش الثقافة اللي أنا متعودة عليها، في وسط humor أو خفة دم غير اللي أنا عارفاها إمم. ومتألفة معاها، فكنت حاسة بالغُربة في التجربة دي. وبعدها عملت دور كضيفة شرف في فيلم الشيخ جاكسون، فكان كأنه جردل مَيّة ساقعة اتدلق على دماغي، اللي هو أنتِ بتحاولي تعملي إيه؟ إنِّك تعيشي برّه وتحاولي تشتغلي برّه، هم دول اللي الناس اللي أنتِ عارفاهم، هم دول الناس اللي أنتِ متعوّدة عليهم، هم دول الناس اللي أنتِ فاهماهم، وهم دول الناس اللي فاهمينِك، حتى على أبسط المستويات اللي هو مستوى اللغة. إمم. فده بالنسبة لي كان زي جرس إنه لأ، أنتِ عايزة تشتغلي الشغلانة دي هتشتغليها هنا، لو جات لِك فرصة إنِّك تشتغلي كل فترة حاجة برّه، أوكي، بس مش هينفع تعملي career برّه، زائد إنه فكرة الcareer برّه كان فيها فكرة إنه هابقى مسافرة طول الوقت، فكان الاختيار يا إما أبقى مسافرة طول الوقت، يا إما أبقى قاعدة مع بنتي وباشوفها بتكبر قدّامي، طبعًا. والحقيقة إن أنا أشوف بنتي بتكبر قدّامي هو اللي كسب، هي دي كفة الميزان اللي طبِّت. إمم. لمّا رجعت لقيت السين مختلفة عن ما سِبتها، وكان اختلاف كبير جدًا على عدد سنين قليل، آه. لقيت الdynamics مختلفة، لقيت الناس مختلفة، لقيت طريقة الشغل مختلفة، وكانت خضّة كبيرة أخدت لها سنتين 3 على ما قدرت أتأقلم معاها، لأنه هنرجع تاني للجزء الأولاني من الحوار، الواحد كل ما بيبقى أصغر في السن كل ما قدرته على التأقلم بتبقى أسرع. فأخد لي شوية وقت على ما قدرت أرجع أتأقلم تاني، لكن أظن إنه الحمد لله دلوقتي لمّا بارجع أبُص على ال4، 5 سنين اللي فاتوا، اللي هو من ساعة ما رجعت إمم. أستقر تاني في مصر وأبتدي أرجع تاني لشغلي، لأ المواضيع مشيت بشكل معقول. بس كنتِ بقى في اعتماد أكتر مثلًا على حاجات أكاد أجزم إن هي ما كانتش موجودة قبل أمّا أسافر، إمم. اللي هو الاعتماد على نجومية السوشيال ميديا، آه. ده ما كانش موجود. ودي ما زالت حتّة غامضة بالنسبة لي، مش فاهماها أوي، مش عارفة لسه أتعامل معاها أوي، بس باحاول.
كلمتي نفسك ازاي؟ التون اوف فويس بتاعك، كلمتي نفسك ازاي لما رجعتي؟ بغضب انا ليه عملت كده، انا ندمانه، ولا بطبطبه؟ يعني كنتي بتكلمي نفسك ازاي بعد كل اللي انت شفتيه ده؟ بكل التونز المختلفة، مم. لأنه إحنا كبني آدمين دايما بيبقى عندنا مشاعر متناقضة كتير، بس كلمت نفسي الأكتر بتون إنه لأ، أنت عمرك ما كنتي بتندمي على قرار خدتيه، لأنه القرارات اللي بتاخديها في حياتك والخطوات اللي بتاخديها في حياتك والاختيارات اللي بتعمليها في حياتك هي دي اللي بتساهم في تكوين شخصيتك، بالظبط. وهي دي اللي وصلتك لأن أنت البني آدمة اللي أنت عليها النهاردة. جربي، مم. هتخسري ايه؟ يا اما رجعتي لشغلك اللي بتحبيه، يا اما لقيتي حاجة تانية تحبي تعمليها في حياتك. الراجل بينزل يصور 15 ساعة 20 ساعة أيا كان عدد الساعات، ومحدش بيكلمه يقول له الواجب فين، طب لبس التمرين ايه، محدش يعني بيكلمه طول وقت تصوير، بيجري وراه بيسأله على حاجات حاصلة في البيت، ولما بيرجع من التصوير من حقه ان هو ينام. خلينا نفرق ما بين حاجتين. اولا، انا امنت بمقولة الامومة مش سهلة بس مستاهلة. هي الحقيقة مستاهلة جدا، والحاجات دي التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتربط بينك وبين الطفل بتاعك. لكن في حاجة تانية وهو اختيارات البني آدم. هو في أب بيختار إن هو يبقى involved في التمارين ولبس التمارين والواجب والمذاكرة، وأنا أعرف أبو بنتي من النماذج دي. وفي أمهات بتختار إن هي ما تبقاش involved لا في المذاكرة ولا في التمارين، وأعرف من النماذج دي كتير. وما اقدرش اقول لك ده حلو وده وحش او ده جميل وده مش جميل. الاب ده اب بجد والاب ده اب بجد، وكل واحد بيدي الطفل كل اللي يقدر عليه على حسب قدراته الشخصية. والام دي ام كويسة، والام دي ام كويسة، والام دي بتدي طفلها حاجات غير اللي الام دي بتديه لها. فأنا مين علشان أحكم على حد وأقول الرجالة متهنين؟ لا، في رجالة بيختاروا إن هم يبقوا داخلين في التفاصيل المرهقة جدا، لكن اللي هي في النهاية rewarding برضو جدا. في رجاله في الصناعه دي بيختاروا ان هم يبقوا في التفاصيل، وهو واقف بيصور، وهو بعد ما بيرجع بتشوفي ده قدامك، أكيد بتشوفيه. في، أكيد في. أنا ما بمشيش ورا كل حد أراقبه بيعمل ده ولا لأ، بس أنا بقولك أكيد في. وأنا بقولك إنه الأب اللي بيمارس دور أشبه بالأم في حياة الطفل مهواش أحسن من الأب اللي بيمارس الدور التقليدي النمطي اللي متعودين عليه كأب. لكن هو مختلف، وده بيقدم للطفل حاجات وده بيقدم للطفل حاجات. نادية بتكبر، هتدخل سن المراهقة، والكارما هتلعب لعبتها. خايفة من ايه تعملوا انتي عملتيه ومرعوبة تقولي ربنا يستر، مش عايزة اتحط في نفس الموقف؟ خايفة من حاجات كتير أكيد. كلنا بنبقى عايزين نجنب أولادنا وبناتنا الأخطاء اللي احنا عملناها، وبنفتكر إن احنا هنقدر نوجههم. الحقيقة إنه لأ، هم هيعملوا أخطائهم، وأخطائهم دي هي اللي هيتعلموا منها، وإحنا كل اللي نقدر عليه إن إحنا نخفف عنهم وجع الأخطاء على قد ما نقدر. نفسي نادية تبقى أوعى مني، نفسي نادية تبقى أذكى مني، نفسي نادية تبقى أنشط مني. دي الحاجات اللي أقدر أتمناها لها النهاردة، واللي أقدر أحاول أديها لها بإن أنا أديها فرصة ممارسة الرياضة بكثافة عشان ما تتحولش لشخص كسول. إن أنا أوعيها للألاعيب اللي هتواجهها من ناس حواليها، وإن أنا أديها كل الفرص، أتيح لها كل الفرص اللي تخليها تتعامل مع الحياة، مش هقولك بنضج ولا بذكاء ولا بوعي أكتر، لكن بمنظور مختلف يجنبها حبة عياط زيادة ممكن أنا أبقى عيطته، واللي مرعوبة منه إن هي تكرر نفس أخطاء، إن هي
تتعلم بنفس الطريقة الصعبة، لكن في النهاية لو هو ده اللي هيحصل فهو ده اللي هيحصل. امتى حسيتي ان انت بتعملي نفس اللي والدتك كانت بتعمله، وكنتي بتقولي لها انت بتقولي كده ليه، انت بتعملي كده ليه؟ ساعات طول بنقفش الوقت، نفسنا. كل يوم كل يوم كل يوم بقفش نفسي بقول حاجات امي كانت بتقولها لي. ايوه، موضوع غريب قوي، صح؟ وفي اوقات بقفش نفسي وانا في وسط الجمله، فاقوم موقفه كده وابتسم، فتقول لي هو في ايه؟ لا 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 ولا حاجه. فزي ما بقول لك يا ناديه لازم كلنا بيبقى عندنا واحنا صغيرين احكام ضد اهالينا، ايوه. وانتوا بتحاولوا تتحكموا فينا وما بنفهمش الجمل التقليديه بتاعت انت عمرك ما هتقدري غير لما تبقي في موقفي ويبقى عندك طفل وكده. لكن للاسف هي دي الحقيقه، احنا عمرنا ما بنفهم اهالينا كانوا بيقولوا ده ليه، او بيخنقوا علينا ليه، او بيعملوا كذا او كذا ليه، غير لما بنتحط في نفس موقفهم. كده كده هنكبر ومفيش هروب. فاكره كده اول ما شفتي اول شعرايه بيضه في المرايه قلتي ايه وعملتي فكرتي في ايه؟ بتبقى اول خضه، بعد كده بيبقى عادي، بس هي اول خضه كده حسيتي ايه؟ اول شعرايه بيضه في المرايه شفتها كان عندي 14 سنه. اتضايقت جدا ولومت اهلي جدا. ليه؟ لانه هما الاتنين شعرهم ابيض بدري. اه. وما كنتش فاهمه يعني ايه جينات، بس كنت فاهمه يعني ايه وراثه. فاتهمتهم انه انا ورثت الشعر الابيض منكم، وانا كده شعري هيبقى ابيض زيكم وانا صغيره، وليه وحرام عليكم. فحاولوا يفهموني انه في حاجه اسمها جينات، ايوه. وفي حاجات ليها علاقه بالهرمونات وبالاكل وبطريقه العيشه وما اعرفش ايه. في الاخر مامتي قالت لي طب وانت مزعله نفسك قوي كده ليه؟ اصبغي شعرك لما تتضايقي. بس يعني بليز رجاء خاص ما تصبغيهوش وانت صغيره قوي. والحمد لله هي فضلت شعريتين 3 من سن 14 سنه او 15 سنه لحد منتصف العشرينات لما ابتديت اصبغ شعري. الصبغه علينا حق عادي، عادي، مش عيب، كل الستات كلنا بتصبغ بنصبغ. وفي رجاله كتير بتصبغ برضه، مش عيب. احنا بنفتكر ان احنا جامدين وسعنا زمان وعملنا كل حاجه وبتاع، وتيجي بنتنا او ابننا يقول لك لا انت محتاجه تطوري شويه من نفسك، انت دماغك مقفله. حصلت معاكي في حاجه؟ اتقالت لي خلاص. خلاص ماما انت بقيتي اولد سكول قوي. خلاص اتقالت. انا بقيت اولد سكول، ده انا على فكره بصغر دماغي وبلعب معاكوا وبهزر معاكوا وبتكلم معاكوا ده اللي هو هي وصاحبتها في مين عندها كراش على مين، ومين عملت مقلب في مين، والبرانكس ما نعملش البرانكس المضرة يعني هو ما فيش أتفه مني في انا سنكم. لذيذه اهو. ومع ذلك لا انت بقيتي اولد سكول قوي، انت لبسك ده مش كول خالص. هتعملي ايه؟ تعصري على نفسك ليمونه وتعملي ايه؟ ولا حاجة، هحاول أبقى كول وهحاول أبقى من سنهم أكتر، وفي نفس الوقت هحاول أحافظ على الخط الرفيع ما بين إنه إحنا صحاب بس إحنا أم وبنت برضه. ده مهم. في حاجة تانية أقدر أعملها ومهما كنتي أم كول على فكرة يعني. أيوة. هو كل الأمهات في لحظة ما بتبقى مش كول. طب embrace it, accept it. اكسبت اللي يقول لي طوري من دماغك وانا فاكره ان انا متطوره جدا. كل البنات في سن المراهقه بيبقى فيه لحظات من النديه مع الام اكتر من الاب، وبيبقى فيه اللحظه بتاعت انا بكرهك، انت اوحش ام في الدنيا. هي ما بتكرهكيش بجد، وانا شايفه اللحظه دي على فكره داخله عليا، وهتعامل معاها لانه كلنا كنا ممكن ما يبقاش باللفظ بتاع انا بكرهك، بس هيبقى فيه ده ما بين كل ام وبنتها في لحظه ما وبيعدي. محدش كبير عليها يعني. بيعدي. طب ايه اللي جاي في السكه؟ قولي لنا تحضري لايه، بتعملي ايه؟ انه انا الفتره اللي فاتت اخدت ورشه. انا بحب ورش التمثيل قوي،
بحس ان هي بتطورني مش بس كممثله لكن كمان كبني ادمه. يمكن جزء كبير من الهدوء اللي انا معاكي فيه النهارده ده جاي لي من الورشه دي. وفي بقى عندنا فتره امتحانات فمش قادره افكر في حاجه تانية. بس ما اتبسطت قوي بجد النهارده، قلتي حاجات كتير جديده. انت كل مره بتيجي بنتكلم في حاجات مختلفه، وبحس بجد ان كل مره في ستوري تيلينج جديد، في حاجه جديده بتتقال. فحلو، شكرا انت جيتي. ميرسي. ميرسي ليكي. ميرسي.